تعالت مطالب عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق صحفي تونسي بعد تصريحات اعتبرت مضللة ومليئة بالمغالطات بخصوص تنظيم كأس أفريقيا بالمغرب. وجاءت هذه المطالب عقب خروج الصحفي بتصريحات قال فيها إن الملاعب المغربية صغيرة، وأن الإنارة تنقطع بشكل متكرر أثناء المباريات، كما أشار إلى عدم توفير وسائل مريحة للصحفيين داخل المنشآت، وهي انتقادات اعتبرها الكثيرون غير دقيقة وغير موثقة. وأكدت المعطيات الرسمية أن مباريات البطولة تجرى في ظروف تنظيمية وتقنية سليمة، مع توفير أماكن مريحة وخدمات متكاملة للصحفيين، وهو ما يدحض للادعاءات المثارة. وفي هذا الإطار شدد مهتمون بالشأن الإعلامي والرياضي على أن حرية التعبير لا تعني نشر معلومات غير دقيقة، مطالبين بترحيل الصحفي المعني ومنعه من دخول البلاد مستقبلا، حفاظا على سمعة البطولة وسلامة التغطية الإعلامية.